السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم مرآة البحر الأندلسية. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم غنوجد معكم واحد الحمص اللي سميتو هنا كيقولوا له البوطاخي، يعني أكلة إسبانيولية. غنوجدوها بالباكالاو، الحوت ديال الباكالاو ولي زيبينار. إذن أول حاجة درناها هزينا الحمص، غنديروه في الكوكوط نسدو عليه حتى يطيب، ومن بعد نكمل معكم الطريقه ديال التحضير. اذا قلت لكم الصلصه فاش غادي نديرو الحمص ديالنا، غنحتاجو فيه الثوم 3 الفصوصه حتى 4 فصوصه ديال الثوم. غنحتاجو واحد الورقه ديال سيدنا موسى ولا الروم. نحتاجو واحد البصله حمراء ولا بصله كما غتكون. نحتاجو المطيشه، وشنو اخر عندي هنا سكنجبير خضر غنحكو، وهنا عندي بكالا هو اللي غادي نديرو الحمص ديالنا. وهنا عندي السلق اللي غادي نضيف، لان هاد البوطاخي ولا هاد الحمص هذا كيدار يا اما بلي زيبينار ولا اسيلغاس، نكون الاختيار يا اما اسيلغاس يا اما لي زيبينار. ونسيت المعدنوس والكزبره غنديرهم شويه. بالنسبه لهادو، انا بالنسبه لهاد الوصفه هذه هي يعني اسبانيوليه كيديروها هنايا، ولكن غادي نديرها كما دائما كنقول لكم، غنديرها بالبصمه ديالي المغربيه. غنزيد ليها شويه الكزبره معدنوس، وغنزيد ليها شويه السمن كما شفتوا. راه كسمعتوا الصفاره راه سميتو ديالنا الحمص ديالنا هو كيطيب هنا في الكوكوط. اذا هاد المقادير هذه كامله غادي نحكوهم في قميله اخرى ولا في طنجره اخرى، ونطيبوهم عاد نخلطوهم مع الحمص. اذا غتتبعوا معايا الطريقه. اذا ان شاء الله غادي نحك مطيشه والبصله والثوم ونرجع معكم. هانتوما ما كتشوفوا من بعد ما حكينا البصله ومطيشه وسكنجبير، انا ضفت لها الزيت وضفت ورقه سيدنا موسى، وضفت معلقه صغيره ديال الثوم، معلقه صغيره ديال التحميره ولا بابريكا، ونصف معلقه صغيره ديال الابزار، ودرت شويه السمن. اذا غنخليو هادشي كامل يتشحر، وعاد نضيفوا ليه السلق والبكالاو. هانتوما كتشوفوا من بعد ما تشحروا لنا المقادير. دابا غادي نضيفوا السلق ولا السلك، واحد كيفاش كيقول ليه هنا، كيقول ليه اسيلغاس. هنا الحمص ديالنا ما كتشوفوا راه طايب، هانتوما دايب من البدايه، غنطيب مزيان. غنطيب شويه د الماء، لان كتشوفوا راه ما بقى فيه الماء. وهنا باقي كتشحل لينا اسيلغاس مع مطيشه، نخليوه يطيب شويه بين ما يطيب لينا الماء، ونخلطوا كلشي. هنا خلطت الحمص مع اسيلغاس ومطيشه، يعني مع التشحيره ديالنا، ونقص على البوطه باش ما يتحرق ليا، ودرت لما يطيب باش نزيدو له من بعد. هنا خلطتهم باش
باش الحمص ديالنا ياخذ المقادير، يدخل فيه المقادير اللي درنا. وهنا غنضيف عليه البكلاو، الطرفات ديال البكلاو. ما قلت لكم في الاول بالنسبه للملحه كنقلوها، لان البكلاو كيجي مالح، يعني كيكون مالح شويه، يعني لهذا علينا نقلو من الملحه حتى يطيب كلشي ونقيسو باش ما يجيناش مالح. انا درت شويه د الملحه. البكلاو راه ساهل يطيب، انا ما غاديش يدير طياب، ان الله يغلى لنا شي جوج غليات ونطفيو عليه. انتم زدنا الماء طيب، نخلوه دابا يطيب يعني حتى تجانس المقادير مع بعضياتها، يطلق المذاق ديال البكلاو والسلق والمقادير كاع اللي درنا يطلقوا مع الحمص ونطفوا عليه. كما قلت لكم راه البكلاو ساهل يطيب، الحمص عندنا طايب، كلشي عندنا طايب، يغلاش واحد جوج الغليات ان شاء الله ونطفيو عليه.